انطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وانطلقت معه منتجات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذا الوافد الجديد إلى المنظومة الاقتصادية الوطنية نقف عند الشروط وإجراءات الاستفادة من القروض الموضوعة على مستوى المؤسسات المالية. وقبله تقرير للعربي قجال بعنوان الصيرفة الإسلامية في الجزائر صيغ وفروع مستقلة. أمام تراجع الموارد المالية وشح المداخيل الجبائية ومسايرة للنمو الملحوظ في صناعة التمويل الإسلامي في الكثير من دول العالم، كان لابد من تفعيل المجال البنكي وتنويعه في الجزائر، حيث أضحى التمويل الإسلامي ضرورة اقتصادية وعنصرا مهما في البنية المصرفية يعمل على استقطاب الأموال المدخرة خارج التعاملات البنكية واستمالة أصحاب أموال الأسواق الموازية من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني. وبعد الانتهاء من وضع الأرضية التشريعية التي حددت العمليات البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية وشروط ممارستها في منتصف مارس من السنة الجارية، كانت الانطلاقة بإعطاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء لصناعة المالية الإسلامية شهادة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية للبنك المركزي، الذي منح بدوره تراخيص بالشروع للمؤسسات المصرفية التقليدية في فتح نوافذ مصرفية إسلامية بعد استيفاء ملفاتها للشروط والضوابط اللازمة، في خطوة أولى تسبق مرحلة فتح فروع مستقلة تختص بالمعاملات الإسلامية عبر أشكال مختلفة كالمرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والاستصناع وحسابات الودائع وغيرها. ويرى الخبراء بأن الدور المحوري للتمويل الإسلامي لا يقتصر على استرجاع الأموال المدخرة خارج التعاملات المالية الرسمية، ولن يحل مشكلة نقص السيولة المالية أو يعوض تراجع الكتلة النقدية، بل يهدف عبر مختلف منتجاته إلى جعله آلية مصرفية فعالة في السوق المالية والتنمية الاقتصادية. وأمام المشروع تحديات كبيرة تتعلق بالقدرة على استقطاب رؤوس الأموال، إضافة إلى أن رفع الفوائد عن طريق المرابحة أو المشاركة في إطار شرعي من شأنه رفع تكلفة الاستثمارات، وبالتالي يؤثر في نجاعة المشروع اقتصاديا وماليا. الصيرفة الإسلامية في الجزائر مشروع فتي يستوجب التدرج في طرح المنتجات المصرفية، بداية بالبسيطة منها وصولا إلى المجال الصناعي والخدماتي تعززه روح المنافسة وتضبط معاملاته القوانين المحددة للنشاط المصرفي. تدخلت القوانين طبعا لتتحكم في هذه المسألة، وأنا قلت بأن الصيرفة الإسلامية الوافد الجديد على المنظومة الاقتصادية الوطنية، ولكن لاقت الترحيب بالنظر طبعا لمجموعة من المعطيات والمؤشرات التي تتوفر لدى ضيوفي وضيوفكم في الجزائر مباشرة. أبدأ طبعا بسيد سمير رزاق، أنت مدير الصيرفة الإسلامية ABC بنك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. الله يسلمك. وأرحب بالبروفيسور محمد بوجلال المختص في الصيرفة الإسلامية. بروفيسور مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا. أبدأ معك بروفيسور، ما هي أوجه الاختلاف الموجودة؟ يعني نحن طرحنا السؤال، حتى الملف صغناه على شاكلة سؤال: ما هو الفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية؟ بروفيسور، أسألك عن أوجه الاختلاف بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية. بسم الله الرحمن الرحيم، أو الشبه إن وجد على رسول الله. الشبه أن البنك الإسلامي والبنك التقليدي كلاهما وسيط مالي، أن انترميديير فينانسي. هذا الشبه. الاختلاف في ماذا؟ في طبيعة العلاقات التي تربط البنك بجمهور المودعين من جهة، وبجمهور المستثمرين من جهة أخرى. الاختلاف الأساسي بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي هو طبيعة العقد، طبيعة التعاقد التي تتم بين مختلف هذه الأطراف، لأنه العلاقات هي علاقات تعاقدية، سوسون دي ريلاسيون كونتراكتويل. في النظام التقليدي قائم العلاقة قائمة على آلية واحدة عادة، هي القرض بفائدة، وكأن النقود أصبحت سلعة تقرض تباع وتشترى. بينما في النظام الإسلامي القرض بفائدة محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا قرآن صريح. البديل الذي يقترحه البنك الإسلامي هي عقود التمويل القائمة على إما البيوع أو المشاركات أو ممكن حتى التبرعات. في النظام الإسلامي إذن
كل عملية تمويلية هي في الأساس مسندة إلى أصول حقيقية، ومن هنا حتى زملائنا في الغرب اكتشفوا هذا الفرق الجوهري بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، لأنه في التمويل الإسلامي لا يحدث ذلك الانفصال الديكوتومي entre économie réelle et économie financière. هذا الانفصال بين الاقتصاد النقدي والمالي والاقتصاد الحقيقي. ألم نتأخر كثيرا في اعتماده بروفيسور؟ نعم. ألم نتأخر كثيرا يعني في اعتماد هذا النظام، نظام التمويل بتعاليم الشريعة الإسلامية؟ ممتاز، سؤال ممتاز. قبل أيام كنا دشنا وكالة متخصصة 100% في التمويل الإسلامي بالأكناب بنك بإسطاويلي، وكان السيد الوزير حاضر، وكان ممثل بنك الجزائر والسيد المدير العام للخزينة، ودرنا جلسة. فالسيد الوزير المالية قال كلمة جميلة جدا عجبتني، وكان يعني مصيب فيما قاله. قال: جئنا متأخرين، ولكن في فترة وجيزة جدا من مارس الآن خطونا خطوات اللي كثير من الدول ما لحقتهاش. والله أقول هذا الكلام ليس من باب المجاملة، هو أرض الواقع. أنا أعرف دول في الخليج مشات مع المالية الإسلامية ليس بإرادة سياسية، ولكن سوق شيء جميل، الشعب يحب المالية الإسلامية، لكن ما خذتش الإجراءات الاستباقية لتحضير البيئة لاحتضان هذه الصناعة، فوقعوا في أخطاء. هل وفرنا هذه البيئة؟ بينما في الجزائر مباشرة بعد صدور نظام بنك الجزائر في 15 مارس 2020 وصدر في الجريدة الرسمية في يوم 24 مارس، مباشرة أسبوع من بعد يوم 1 أبريل تم إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وهي مرافقة مرافقة لهذه المنتجات الإسلامية. نعم، التي تقدمها المؤسسات المالية والبنكية. أسأل السيد سمير إن سمحت بروفيسور، حتى نريد أن نشتغل هكذا مع بعض، يعني حتى نشرك يعني كل الفاعلين والناشطين في هذا المجال، في المجال المالي البنكي الجزائري. أسألك سيد رزاق، يعني مسألة هي تقنية الآن، كيف المواطن نفهمه أو كيف نحفز ونشجع المواطن على الإقبال على منتجات الصيرفة الإسلامية؟ المواطن مثلا يفهم بأن لا مرابحة في هذه المسألة، أن يعني كما يأخذ المبلغ يعود يرجعه للبنك. أريد حتى نوضح يعني من باب التوضيح يعني. بارك الله فيك. لعل الجواب على هذا السؤال يكون من خلال التعريف المستفيض للبنك الإسلامي بالمقارنة معنا. نرجع للسؤال اللي جاوب عليه البروفيسور والاستماع إليه دائما متعة. البنك الإسلامي هو وسيط ولديه صفة التاجر، فحتى المواطن يفهم، يعني المواطن تاجر ومستثمر أكيد متعامل اقتصادي. البنك هو يجد يعني كدوره كوسيط مالي، فلديه صفة يعني من جانب المودع وصفة من جانب المستثمر أو المتعامل الاقتصادي. فالمواطن لما يسأل ويقول أنه البنك الإسلامي هو يعني من دون أرباح، فيجب أنه يفكر عندما المواطن يروح يدفع للبنك أمواله يودعها ليستثمرها البنك، فحتى يعطيه فوائد شرعية يجب أن يستثمر أمواله، وعند استثمارها يجب أن يتحصل على هامش الربح، على هامش ربح حتى يقتسمه مع المودع. ولكن كل هذا يتم في إطار عقود شرعية، وين أن البنك يشتري ويبيع، يستثمر أموال في مشاريع مربحة ويقتسم الأرباح مع المودعين. فيعني هكذا يكون هذه المسألة التقنية. هكذا يكون نظام. سنتحدث ربما عن الآليات حتى المستحدثة في مجال تشجيع وتحفيز المواطنين على الإقبال على الصيرفة. البروفيسور تحدث طبعا عن هذا الوقت القياسي الذي تحقق فيه المبتغى من إرساء هذه القواعد الخاصة بالصيرفة الإسلامية في الجزائر، موافقة طبعا لمفهوم المنظومة الاقتصادية في الجزائر الجديدة. أدعوكم سادتي وأدعو كل المشاهدين طبعا للسفر إلى وهران. سنتأمل طبعا في آراء المواطنين فيما يخص الصيرفة الإسلامية من خلال هذا التقرير الذي أعده الزملاء بمحطة وهران الجهوية.
سمعنا باللي راح يفتحوا البنوك باش يساعدوا بها الشباب معنا بدون فوائد، لانهم الشباب الكل يقول لك باللي البنوك فيها الربا معنا ما يروحوش. معنا كان اللي عنده بروجي ولا مشروع تديره يلقى الربا كاين يقول لك انا ما نروحش. وسمعنا باللي رئيس الجمهوريه عطى وعد باللي راح يفتح هاد لي بنوك وهذا الاخر. انا ما على باليش اسكو فتحوا ولا ما فتحوش مازال، فنتمنوا ان شاء الله يفتحوا كما لان الشباب ياسر عنده مشاريع كبيره وهذا هو العائق معنا. العائق انه فيها الربا ما يروحش ويبقى مسكين قاعد في الشارع بلاك والافكار تاعه تموت معاه. لا نتمنوا ان شاء الله يكونوا كاينين هاد البنوك الاسلاميه. نعرف باللي ما فيهاش الربا، نعرف باللي راك كي تهز مثلا مبلغ معين يقرضوه لك ترجع نفس المبلغ، معناها ما فيهاش ربا. البنوك الاسلاميه هي اللي تناسب الشباب معناها. انا تبان لي في المنظور تاعي هذه. انا في رايي مليحه، يعاونوا الناس المساكين. واحد يبغي يدير مؤسسه ولا يبغي يدير حاجه يشتغل بها ولا انسان يخدم بها ويرد ويعاونوه. مليح الانسان اللي مغبون ولا قليل وما عندهش، ولا واحد راه باهي السبيت وما لحقش، واحد راه عنده مشروع وما لحقش، ولا عنده سكنه وما لحقش ويكملها. طريقه مليحه. الانسان يختار البنك الاسلامي اللي يعمل بالشريعه تاعنا حنايا، ما تكونش فيه ريبه. يعني تلفني 40 مليون نردها بالتقسيط 40 مليون، ما نردهاش 44 مليون وما نردهاش 45 مليون، باش الانسان يقعد توجور في عدم غضب الله سبحانه وتعالى. الاونه الاخيره البنك الجزائري بيانا دارت مشروع باش تدير قروض يعني بدون مرابحه، وكان هذا الخبر هذا كان صار بالنسبه لمعظم الناس. المنظور نتاعي اللي نشوفه انا كيقول لي مصرفه اسلاميه ويقول لي بنك اسلامي ولا نعرف باللي تكون خاليه من الربا. خاطش الربا كما يقول لك الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا المصرفيه الاسلاميه والبنك الاسلامي هو يربيه الله سبحانه وتعالى وينميه، وتكون باذن الله مشروعات وتكون مستقبليه وتكون افاق لنا وللشباب وللامه وننتفعوا به كاع وعامه لكافه الجزائريين ان شاء الله، وتكون بادره تاع خير باذن الله. لحد الان انا ما سمعتش بكاين باللي يوجد فيه فروع تاع البنوك اللي فتحت، بصح اللي سمعت به من خلال التلفاز ومن خلال الاذاعه العموميه الجزائريه وهذا سمعت على هذا المصرفه الاسلاميه وهذا البنك الاسلامي، وان شاء الله تكون مبادره خير. عندكم تعقيب على اراء المواطنين بروفيسور او سي سمير؟ والله الربا اصبح العدو اللدود يعني الجزائريين. يبدو أن هنالك سوء فهم للصرافة الإسلامية. ممكن المواطن لما يسمع كلمة إسلام يظن أنه البنك الإسلامي هو جمعية خيرية تقرض بدون مقابل. لا، البنك الإسلامي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الربح، وهي مطالبة أولا بتغطية تكاليفها وبتحقيق أرباح من أجل توزيع تلك الأرباح على المودعين. إذن لها استحقاقات. فلذلك البنك الإسلامي ليس جمعية خيرية تقرض بدون مقابل، لا، هي لا تقرض، هي تمول مشاريع معينة تأخذ حصتها من الأرباح، سواء في إطار صيغة التمويل اسميها صيغه تمويل لي مود دو فينانسمون ان مارج بينيفيسير ديتيرميني، صيغه الهامش المعلوم، ولا هذا التعريف تاعي. اذا البنك ياخذ هامش ربح معين وهذا ليس ربا. ولهذا نرجع للفرق الاساسي بين التمويل التقليدي والتمويل الاسلامي، انه في التمويل الاسلامي ما كانش لو كونتور، ما كانش العداد، ما كانش يعطي لك المال التمويل ومن بعد يشغل العداد ما يتوقفش. هذه المشكله في النظام التقليدي، هذا هو الربا، انا نسميه العداد الجهنمي. في مقابل ذلك البنك لما يحصل على عوائد ولابد أن يسهر على التسيير العقلاني لهذه المواد، لأن يعني يده على هذه الأموال يد أمانة تاع المودعين. المودع لما يجيب لك أمواله هو ما صدقش عليك، جاي ينتظر عائد، وعائد مشروع حلال بعيدا عن الربا. إذا البنك أمام هذه الاستحقاقات
ما ينتظره المودعون تكاليفها لابد أنها تسعى إلى الاستعمال العقلاني لهذه الأموال، اختيار المشاريع الاقتصادية المربحة اللي فيها عوائد مقبولة. لما ترجع هذه الأموال هذا الأرباح يعني لوتور دانفستيسمون عائد الاستثمار لما يرجع إليها توزع مع المودعين. إذا البنك الإسلامي ليس مؤسسة خيرية، جمعية خيرية، هذه لازم تكون ليس جمعية خيرية. ونحن في الحقيقة عندما نتناول موضوع الصرافة الإسلامية لا نطعن في منتجات طبعا القروض التقليدية، فأعتقد بأن المسألة هي مسألة تكميلية ككل. يعني هذه أنتم تمثلون طبعا المؤسسات المالية وما يصدر عنكم هي هذه الأموال، ولكن على الأشخاص أن يختاروا الصيغة التي تناسبهم. أسأل يعني حتى التمويل أو العمل بالتمويل الإسلامي جذب الجزائريين على فكرة بقوة يعني سي سمير. في الحقيقة ربما عن مؤشرات أو معطيات الإقبال يعني أكيد على العروض. الصرافة الإسلامية هي جاءت لتلبي رغبات وميول شريحة كبيرة من المجتمع، والمجتمع الجزائري شئنا أم أبينا هو مجتمع محافظ، والبيئة الجزائرية هي بيئة حاضنة لهذا الفكر. قد لا يعلم الكثير ربما أن أول فكرة لإنشاء بنك إسلامي في العالم بالمفهوم المعاصر هي فكرة جزائرية طرحت في عهد الاستثمار الفرنسي في نهاية العشرينيات عن طريق إبراهيم أبو اليقظان، هذا جزائري من العلماء المسلمين. فيعني بيئة حاضنة واحدة من مؤسسات التنظير وإصدار المعايير في العالم وفي النشاط الإسلامي. الصرافة الإسلامية اللي هي أيوفي موجودة حاليا في البحرين تأسست في الجزائر، فمعناها الجزائري يجد نفسه يعني يجد نفسه بسهولة في هذا المفاهيم. هذا اللبس الموجود التجربة فتية، ممكن أن نتكيف بسهولة. تجربة فتية هي في العالم كله. تقريبا أول بنك بالمفهوم المعاصر بدأ في 1975. البنك الأول في الجزائر كان في 1990 يعني بنك البركة، حتى وأنه كانت يعني فيه غياب للمنظومة القانونية بشكلها الموجود حاليا، ولكن كان المجتمع بالشكل الحالي ولكن المجتمع نقول بمفهومه الواسع بما فيه الهيئات الرقابية والأشرافية تعاملت بكثير من التفهم واليسر مع المفهوم. الآن عادي جدا أن يجد الجزائري المواطن يعني على الأقل أنه يتساءل ويريد لديه رغبة في الذهاب إلى هذا المفهوم الجديد الذي يعني باش نفسره بطريقة مبسطة كما قال البروفيسور، البنك ماهوش جمعية خيرية، هو مؤسسة تجارية تهدف إلى ربح ولكن لديها أدوار اجتماعية أخرى. البنك يدفع من حصيلة أرباحه زكاة، لديه أدوار اجتماعية. البنك يمكن له أن يمول مشاريع مصغرة اجتماعية لأصحاب لذوي الدخل المحدود والفئات يعني الهشة. نتحد في نفس الشروط بروفيسور، نتحد في نفس الشروط ونفس الإجراءات التي تسير هذه منظومة الصرافة الإسلامية، بغض النظر ربما على مسألة البنك أو المؤسسة المالية التي تطرح هذه الصيغة. يعني شوف أستاذ، المنظومة التمويلية في الجزائر منظومة يعني نشأت في بيئة غير حاضنة. نهضر على المنظومة القانونية المالية الإسلامية. يعني أول قانون فعلا يعني دعم الصرافة الإسلامية هو نظام بنك الجزائر 20/02 في مارس 2020، حديث يعني التجربة من ناحية المنظومة القانونية. ولذلك أنا يعني الذي أطلبه من إخوان المواطنين أن يعطونا شوية الوقت، يعني التحول إلى بيئة حاضنة المالية الإسلامية من ناحية التنظيمية ومن ناحية الإجرائية ومن ناحية الجبائية، هذه يحتاج شوية إلى وقت. احنا على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى قدمنا للسيد وزير المالية مجموعة من الاقتراحات بحيث يعني نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعندنا إن شاء الله يعني أمل كبير أنه المقترحات الإيجابية نعم، لأنه يجب تحيين المنظومة
الجبائيه خاصه باش يكون التمويل الاسلامي والتمويل التقليدي في نفس المستوى متوازيان. لانه الان اعطيك مثال بسيط باش ما نبقاوش نظريين. مثلا الان في تمويل السكنات، وهذا اللي يهم المواطن كثير، السكن السياره مساله ثانويه، لكن النفعيه وليست ثانويه، يعني ليست السكن مهم جدا، كل واحد يحب يكون عنده سكن. الان المنظومه الجبائيه القانونيه عندنا تسمح للبنك في النظام التقليدي انه ياخذ فقط يحسب 1% بالنسبه للفئه المتوسطه من المواطنين، واذا كان عنده يعني عائد اكبر من 6 مرات السميك، في هذه الحاله يحسبوا له 3%. على كل حال 1% و 3% هذه باش تطبقها في الماليه الاسلاميه، ولهذا طلبنا احنا باش تكون عداله في يعني في المقاربه. كذلك من ناحيه ما يسمى بالحياد الجبائي، لا نوتراليتي فيسكال. يعني لو خذينا بعين الاعتبار مثلا، اعطيت مثال نتاع مثلا المرابحه نتاع المواد الاوليه، يعني متعامل يتقدم للبنك يقول له انا اريد مواد شراء سلعه معينه تدخل في الانتاج تاعي سو كونسوماسيون انترميديير. في النظام التقليدي اللي هي كان عندنا عمليه واحده، عمليه اقراض. في النظام الاسلامي لا، عمليه مزدوجه، يعني اولا البنك يشتري السلعه، إذا عندنا عملية بيع أولى، ثم يعاود بيعها بعقد جديد للمتعامل الاقتصادي، تولي عندنا عمليتين. دونك هنا دوبل تاكساسيون، هنالك يعني ازدواج ضريبي. هذا الازدواج الضريبي احنا اقترحناه باش يكون حتى واحد ربما نعم باش يكون متوازي مع نعم. حتى في الغرب مثلا انتبهوا لهذه، في الدول اللي يعني اقدمت على الماليه الاسلاميه، الان الماليه الاسلاميه اصبحت صناعه عالميه مش في الدول الاسلاميه. في وقت وجيز يحدث هذا، أتحصل الآن ربما على القرض أو تحصل على هذه الخدمة وعلى هذا المنتج الإسلامي في وقت قياسي، مثلا مسألة الآن بيعين، يعني في كيف يمكن يعني إجرائيا ما تختلف. الإجراءات يعني ممكن التحكم فيها اليوم. نعم. كاين وسائل يعني تقنية أنك تتحصل على يعني وقت قصير أنك تنفذ عملية الشراء وعملية البيع ممكن في يوم واحد، يعني في يوم بشكل عادي. ما هيش قضية يعني سرعة إجراءات. أنتم طرحتم ولكن كيفية تنفيذ العمليات هي التي تجعل أن المنتج تتطلب وقت لا ما تتطلب وقت، تجعل من المنتج هذا مطابق للشريعة، لأحكام الشريعة، مقارنة مع غيره من المنتجات التقليدية. نعم. أنتم قدمتم منتجات خاصة يا 2021، هل طرحتم صيغ جديدة، عروض جديدة؟ أنا أتحدث يعني على سبيل المثال لا الحصر، بنك ABC بنك بالمقارنة أيضا فيه مؤسسات بنكية أخرى تطرح هذه العروض. يعني هو يعني لما نتكلم عن العروض هنا كذلك يعني طريقة عرض المنتجات البنكية سواء التقليدي أو الإسلامي، هنا فيها نلاحظ أو نكتشف الفروقات. في البنك التقليدي وفي الصرافة التقليدية يعني عموما وبشكل بسيط هناك منتج واحد، نعم، هو الإقراض بفائدة. نعم. أما في الصرافة الإسلامية فهناك العديد من المنتجات، وهناك 9 منتجات طرحت أو أكثر؟ لا، تختلف من مؤسسة إلى أخرى. من مؤسسة إلى أخرى، ولكن حاليا يعني الصيغ الموجودة يعني والتي تعتمد على ما جاء في نص نظام بنك الجزائر 2002 هي عندنا يعني المرابحة أو ما يسمى بعقود البيوع. عندنا المرابحة والسلم والاستثناء والإجارة، هذه عقود البيوع أو عقود المعاوضات أو المداينات. نعم. وعندنا صيغ المتعلقة بما يسمى بصيغ المشاركات، وهي صيغة المضاربة وصيغة المشاركة. ويعني القوة تاع الصرافة الإسلامية هي أن ممكن أنك تركب منتجات عديدة من صيغة واحدة. مثلا السلم، نقدر نعمل سلم مربوط بوكالة ببيع سلعة السلم. الاستثناء نربطه بوكالة في بيع سلعة الاستثناء. فيعني فيه ديناميكية. أعتقد بأن حتى الوقت يعني يجب أن نمنح الوقت الكافي للمواطن حتى يرغم الفكرة وحتى ينخرط بصورة إيجابية في هذه المنظومة التمويل الإسلامي. أعطيونا شوية وقت، أنا نشتغل، أعطينا شوية الوقت والإرادة راهي موجودة سياسية،
وإحنا رانا نشتغلوا وكل الفاعلين راهم يشتغلوا وإن شاء الله فيها خير. حتى المهم في كل هذا بروفيسور، عندما يتكلم المواطن يتكلم على حال البلد وحال الوطن ككل، لأنه المسألة الآن مسألة اقتصاد وطني، يجب أن نقوي هذه نعم. أن نقوي، أن نضخ الدماء جديدة في المنظومة نعم. الاقتصادية الوطنية. نعم. وأعتقد بأن الصيرفة الإسلامية اتخذت كحل من الحلول المطروحة. ماذا يمكن أن تضيفه للاقتصاد الوطني؟ ستساهم إن شاء الله في تعبئة مدخرات أموال كانت خارج الدائرة المصرفية. بهذا السبب أنا يعني كنت قبل أيام كنت في اتصال مع أحد مدراء العمول البنك العمومي، يقول لي اليوم حصلوا على مليار سنتيم، جاهم جود مواطنين جابوا كل واحد جاب 500 مليون، قالوا أنا كنت حاطهم ننتظر الآن فتحت أعطيت لنا هذه الفرصة، هاي أموال ندعها في ادخار، حساب ادخاري وتوقع أحكام الشريعة الإسلامية. انتهى الأمر. هذا اللي نطلبوه نحن نطلبوا أنه تعطى الفرصة للناس الحرية. الإسلام مبني على الحرية حتى في العقيدة، حتى في العقيدة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بمعنى ما فيش إكراه، لا إكراه في الدين، الدين يسر. نعم، والدروس هذه هي وهذا الشيء نعمل عليه والحمد لله. والله أنا نقول لكم الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والله في علماء، والله في رجال، في علماء يسهروا ومتطوعين، وقال لك احنا عملنا هذا راح عبارة عن عائد استثمار للدولة الجزائرية اللي قررتنا الآن احنا نمدوا ما استطعنا. سيد سمير، كلمة لو سمحت. يعني المواطن اكيد انه يبحث عن مصلحه ويبحث عن المخرج ل يعني حاجيته، ولكن المواطن سيجد نفسه وتلبية لحاجيته في قضية يعني المجال الكلي للاقتصاد. الصيرفة الإسلامية ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي سيقوي من مناعتها ومن استقرار الاقتصاد، ويساهم في خلق الثروة يعني على الاقتصاد الجانب الكلي، على جبهات الأشخاص المهنيين المتعاملين الاقتصاديين. وإذا كانت النظرة الاقتصادية الكلية قوية ومتينة، هذا سينعكس حتما على الأفراد. نعم، وصل. شكرا جزيلا الشكر سيد سمير رزاق، أنت مدير الصيرفة الإسلامية على مستوى ACB بنك، شكرا جزيلا. أشكرك بروفيسور محمد بوجلال المختص أيضا في الصيرفة الإسلامية، رافقتمونا طبعا في الملف الوطني، وتحدثنا عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.